بلحن بصري وهمة عراقية. 20 يوما تفصل الجماهير العربية عن العرس الخليجي الذي يحيي نبضه العراق بكرنفال رياضي هو الأهم في الخليج. ينطلق خليجي 25 بعد أيام قليلة من كأس العالم الذي أحيت فصوله الدوحة لتحيي البصرة فصول بطولة عربية خليجية طال انتظارها. في السادس من كانون الثاني إذن تحل المنتخبات الخليجية ضيفة على البصرة ضيفة على العراق في خليج 25 بعد أن أعلن اتحاد الخليج الجدولة الرسمية لمباريات المجموعة الأولى في ملعب البصرة الدولي الذي يتسع ل65 ألف متفرج. تضم مباريات المجموعة الأولى العراق وعمان والسعودية واليمن والتي تقام على ملعب البصرة الدولي. أما ملعب الميناء الأولمبي فقد اعتمد مسرحا لمباريات المجموعة الثانية. نجاح ملف خليج 25 لا يقتصر على جانب الاستعدادات الرياضية كتجهيز الملاعب وحفل انطلاق البطولة، بل هناك جانب أكثر أهمية والذي يمثل نقطة الشروع بتحقيق الهدف المنشود بدءا من محطة وصول الدول المجاورة إلى مطار البصرة لغاية تواجدهم داخل الملاعب الرياضية. إذن يتعطش العراقيون لإحياء نسخة من نسخ بطولات الخليج الكروية على أرض البصرة بعد أن عصفت بالعراق أوراق الحرمان الرياضي، لكنها صورة تتجول في شوارع العراق بنكهة خليجية خالصة تقول للزائرين الخليجيين والعرب: خليجنا واحد.